سلام. قصتنا اليوم على واحد العائله اللي تشتات كامله، والسبب كان في الاول بسيط، وهادشي ولا يوقع بزاف. داكشي علاش بغيت ندير لكم هذا الفيديو هذا. يعني داكشي اللي كان كيوقع في الزنقه وكنا كنسمعوا ليه، ولا كيوقع بزاف وكيوقع من الدار. يعني كيكون يا ديك شي يا دارتو الام يا الاب يا الزوج يا الزوجه يا الابن، المهم تكونوا سمعتوا بزاف بحال هكا. ولكن كيما هاد القصه هذه بزاف، غادي نبداها لكم من الاول. السيده هذه مزوجه وعندها جوج ولاد وبنت. المهم تزوجت زواج تقليدي من واحد يعني موظف ساكن في المدينه، ولكن هو ملي كان باقي صغير تربى في العروبيه وبات كاين في المدينه. هاد السيد هذا اللي مزوجه به يعني كيدخل غير تليفون او لا الكره في التلفازه، يعني ما كيهضر معاهم ما يضحك معاهم حتى شي حاجه. الا شاف فيهم غادي تكون شي تخنزيره، ابتسامه، ما يبتسمش ما يضحكش معاهم ما يهضرش معاهم. الا هضر معاهم يعني سيروا جيب هذيك ولا هذيك ولا هذيك ولا يغوت. هذه هو يعني الغالبيه نتاع الحياه مع هذا السيد هذا. يعني حتى ولادو ما يهضر معاهم ما يوصيهم ما يربيهم ما حتى حاجه. الا هضر معاهم عرفوا راه ميزاف عليهم ولا يغوت عليهم ولا يطلب منهم يديروا له شي حاجه. وهكا داير يضحك، ماشي ما يضحكش، ولكن يضحك في تليفون، يضحك مع صحابه، يضحك مع عائلته، يهضر ماشي ما يهضرش، ولكن يهضر في تليفون، يهضر مع صحابه مع عائلته. ولكن غير يدخل على ولادو ومراته يركب الوجه ديال ما كاش الهضره. واي حاجه كيحرم عيشته، ما يعرف لا واشر لا رمضان لا عيد كبير لا عيد صغير لا عرس لا حتى شي حاجه. يعني اي حاجه كيكون فيها شي فرح يقدر يرجعها لهم قرح ويتحكم فيهم بزاف. وحتى الخريج كيخرجهم مره وبالنقير. حتى الخريج كيخرج مع صحابه، كيقعد مع صحابه. هاد السيده هذه صابره على ولادها، وحتى هي بحال الزواج تقليدي، وحتى هي كابره هكاك بالوالد ديالها وكلشي، مولفه هذا الراجل هذا صافي هكاك. يعني حتى ولادو كيخافوا منه كيرشوا، لانه في اي وقت كيكونوا جالسين على الطبله ما تعجبوش شي حاجه ولا شي حاجه اللي هو بانت له ماشي هما اللي داروها، كيقلب عليهم ديك الطبله. يعني بلاصه هاد الوليدات هادو ما يستناو باهم فوقاش يخرج بالخدمه باش يفرحوا ويضحكوا ويمشيو يجريو عنده يقولوا بابا، كيكونوا راه قريب يجي عندك هذيك عندك هذه. يعني خص كلشي يكون واجد وكلشي هو هذاك، غير باش ما يغوتش هو راه في التالي كيغوت. يعني عرفنا درك السيده وليداتها كيفاش عايشين مع هذا السيد هذا. حتى واحد النهار هاد البنت هذه اللي بنتها الوحيده لانها عندها جوج وليدات وبنت كانت تقرا في الكوليج. وملي كانت خارجه من الكوليج كتتمشى هكا مع صاحبتها وواحد الولد حتى هو كيقرا معاهم. هنا شافها عمها يعني خوباها، هو كان فايت من تما مشات للكوليج شافها كتمشى مع بنت وولد. هنا شدها من الشعر وبقى كيجرجر فيها ويسب فيها، ما خلى ما قال ليها يا الكلبه يا الخانزه يا الحماره يا كذا يا كذا. يتشوه بينا كيجر مقابضها بالشعر وكيجر فيها مع الزنقه. توصلها للدار ودق على مرات خوه ورماها لهم تما على الارض. وصونا لخوه قال له روح تشوف بنتك ها شنو صبتها وشنو صبت. هو ما صاب والو، هو كبر الموضوع بين قوسين. هذا عمها هذا مهلف مراته ومهلف بناته، والكلمه كلمه مرته ومشوره مشورة بناته. ماشي كيما هاد السيده اللي حنا نعاودوا ليها حكايتها، اللي حتى جوزتها ملي كتجي عندها هي الحاكم هي الناهي، كتحكم فيها كتقول لها غطي شعرك، كتقول لها قصيتي شعرك. ملي كتكون تما في الليل خصهم يحيدوا الساعه او لا يحيدوا لها الحجره، ما تبغيش ديك تك 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 تاع الساعه. يعني عصراها هاد خوتنا هاد اللي كنحكيو عليها نيه ودرويشه ماشي تاع مشاكل. ماشي كيما مرت حماها، مرت هاد اللوس هذا او لا عم هاد البنيه هادي اللي مخرجه فيهم، يعني الراي رايها والشوار شوارها. هو ما صابش الغلب على بناته يلبسوا اللي بغاو ويوقفوا فين بغاو يديروا وسم ما بغاو ومرته كذلك. ولكن بنت خوه عارف باها كيفاش كيعاملها، عارف اللي دايرهم تحت الصباط. داكشي علاش شدها طريق كامل زنقه كامله هو كيشوه بها وهي ما دايره والو اصلا. المهم لتخها عيط لباه شرجاه مزيان صافي. هو مشى باها يعني عيط لباها لخوه، هو شرجاه مزيان في تليفون صافي مشى يروح هو لدارو عند وليداتو هاني صافي دار اللي عليه. والاخر جا مشرجي باها غير جا بدا كيضرب فيها. هو على ما سمع ما غاديش يسمع بنته صافي على ما سمع بخوه. المهم بدا يضرب فيها، المراه كتدخل كذا كيزيد حتى هي كذا. المهم يلاه بدا يضرب فيها ماشي شي ضرب كبير. البنت طاحت وصحت له راه ديرها بالعاني زعما باش ما يزيدش يكمل عليها الضرب. بقى كينوض فيها ويركل فيها وبصح ما ناضتش. هنا سحبت له واش راه سخفت قال ليها جيبي الماء جيبي البصله جيبي كذا، ولكن البنت ما ناضتش. هنا المراه راه تغوت وتبكي وكذا، هو يقول لها سكتي سكتي قطعي الحس
بلي البنت ماتت البنت مع الخوف مع ديك التحشيمه يجر فيها مع كذا ولا المهم ماتت. ايوا ملي ماتت هنا قال لهم غادي تسكتوا، كانوا حتى خوتها حاضرين الصغار مساكن، رعبهم هذاك النهار هذاك، قال لهم غادي تسكتوا. الحسين قطع شدهم باللي عليهم البيت ومشى جاب سم الفيران وجا بلا للدار. قبض مراتو ولادو قال لهم شوفوا غادي تسكتوا وداكشي اللي غادي نقولوا لكم هو اللي غادي تقولوه وهو اللي غادي ديروه، صافي هي اللي طال الله عطاه. المهم السيد قلبه قاسي ما عنده صراحه، واخا بنته الوحيده واخا ماتت بسبابه واخا كلشي عنده هو هذا. قبض شرب ليها سم الفيران لبنته وهي ميته، تما عاد بداو صافي يغوتو وكذا، بغا يسميها بلي راها شربت سم الفيران وراها انتحرات، يعني هادشي اللي بغا يديرو. المهم اللي صافي دارت الاشاعه انها ماتت وكذا ودخل البوليس، المهم داروا روحهم يديوها للمستشفى، داروا روحهم كذا، المهم كذا. والام هنايا منهاره وما عندها ما دير، من ديما محكومه، كانت محكومه بالاب وزادت محكومه بالراجل ديالها، ما صابت كي دير. المهم هنا قالوا لهم باللي ما عرفناش يمكن انتحرات كذا كذا، ولكن هما داروا لها الطب الشرعي. هنا عرفوا بانها ما ماتش بسم الفيران، بلي سم الفيران شربوه لها من بعد ساعتين، لانه لقاو لها غير في القرجون تاعها، هو ما نزلش، هو باها سحبت له صافي راه قضاها، راه فلت من الجريمه ديالو، سحبت له شربها سم الفيران وسلك، ولكن داك السم جلس غير في القرجوطه، مهم ما نزلش لكرشها. وعرفوا بالتشريح ان البنت ماتت بساعتين قبل ما تدي هذاك السم. بقاو كيزيدوا يبحثوا فيهم، اكيد هما صافي كيقولوا كيما قال الاب وصاهم، كيقولوا هكاك لانهم خايفين منه، وهو كيقول نفس الهضره انه ما عارفش وكيفاش وكذا ومنا، بغى انه يدفع فلوس كبيره باش يدمس القضيه وكل شيء، ولكن الروح عزيزه عند الله، يعني تفضح في التعليم. حتى الام ما قدرتش تصبر، مع بزادو كيزيروا عليهم في البحث وكل شيء، وعارفين انهم تلاقاو في هذه يعني الكدمات ديال الضرب وكل شيء، انهم شاكين فيه ولا شاكين في شي حاجه كاينه في الدار. حتى اعترفت الزوجه، اعترفت على رجلها لان ما قدرش تصبر على بنتها، واعترفت قالت لهم ها شنو كاين، ها شنو كاين، ها شنو كاين، هذا خوه واسمو قال له ها هو شنو دار وكل شيء. وهنا السيد يعني تحكم بالحبس، والاخ ديالو مول هاد الكارثه هادو مصيبه عايش بخير مع مراته وبناته، ولكن راه عنده البنات. والسيده هادي اللي كنحكيو القصه ديالها مسكينه حالتها حاله، والوليدات كذلك اللي شافوا اختهم ماتت قدامهم وهي صغيره ومظلومه ما دايره حتى شي حاجه، والبنت مشات. يعني واحد الحاجه اللي هي بسيطه كبرت ولات في كارثه والعائله كامله تشتات. الجرائم بزاف ولاو يوقعوا في وسط الدار، مابقاوش يوقعوا من برا. سمعتوا هذيك السيده اللي هي ولادها قتلوا الراجل ديالها، يعني قتلوا باهم وهي قتلت يعني راجلها وباهم ودفنوه في الحيط، ولكن جلست المده وفي التالي يعني تفضحت القضيه. جرائم ولاو كيداروا من الدار، يعني السيد هذا شرج اخوه ومشى يروح عادي جدا بحال ما دار حتى شي حاجه. وهذا الاب هذا من الاول ما كان لا اب حانون لا اب يهضر مع وليداته ولا يعرف شنو كلاو وشنو شربوا في راهم واسمو واقع لهم، ما يهضرش نهائيا. الام هي اللي كانت الام والاب والحنان كيديوهم بامهم فقط، اما هو ملي يدخل للدار كيدخل بحال شي غوريلا، ما كيهضرش معاهم، قليل شي كان يهضر معاهم، يعني حتى الحياه ديالهم كانت معاه جحيم. وزاد كملها في التالي صفاها لبنته.